نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ساعة شباب. دعوني باسمكم وباسم البرنامج أرحب بداية بمن يصحبني في التقديم، أخي وزميلي وصديقي عبد الرحمن برهان. أهلا وسهلا عبد الرحمن. اهلا وسهلا بك اخوي عبد الرحمن، وحيا الله مشاهدينا الكرام في كل مكان وفي كل بلد. ساعة شباب، البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم كل خميس. نحييكم مرة أخرى ونذكركم بأننا في صدد استقبال مشاركاتكم وآرائكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة، وأيضا عبر صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفيسبوك. دعنا عبد الرحمن على عجالة نذهب إلى أول محور في هذه الحلقة وأول فقرة، هي جلسة سمر. نعم، إذن إلى أول فقرات برنامجنا لهذا اليوم، إلى جلسة سمر. طيب، دعنا عبد الرحمن نكمل ما بدأناه في إحدى الحلقات السابقة، وتحديدا موضوع هام جدا وشيق ويحرص عليه الكثير وعاشه الكثير، وخصوصا الشعب الإريتري. حديثنا اليوم عبد الرحمن عن الغربة، وإذا أتينا لتعريف الغربة فهي انتقال الشخص من مكان إلى آخر، وانتقال انتقال المرء من دولة إلى أخرى بأغراض كثيرة، أهمها العيش وطلب العيش الكريم. نعم، تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد. نعم. ذكر لك الشاعر هنا أن السفر والغربة عن الوطن لها 5 فوائد. بدأ فقال: تفريج هم، قد يكون إنسان مكتئب ومتضايق في المكان اللي هو فيه وشايل هم وكذا، فالسفر من الأبواب التي تفرج لك الهم. واكتساب معيشة، انك يعني توسع مداركك وتعرف العالم كيف يمشي وكيف قوانين الدول وكيف تجري امورها. واكتساب معيشة وعلم، هذا ما لا شك فيه، العالم تغترب للدراسة وتغترب لطلب العلم وما إلى ذلك. وآداب وصحبة ماجد. دائما الواحد يقول إذا اغترب خسر أشياء، لكنه كسب أشياء أخرى قد تكون أفضل وأحسن مما كانت لديه. نعم صحيح. وبشكل عام عبد الرحمن، لو جينا سألنا قلنا لماذا يتغرب الإنسان؟ نعم. ما الأسباب التي تجعل الإنسان يترك ما عاش عليه وما اعتاد عليه وإلى آخره؟ هي الظروف. الظروف بشتى أنواعها وصورها وأشكالها. ممكن تكون ظروف معيشية، ممكن تكون ظروف دراسية، ممكن تكون ظروف مادية، ممكن تكون أيضا ظروف نفسية. الإنسان قد لا يرتاح في هذا المكان، فبالتالي لماذا يتغرب الإنسان؟ لها صور كثيرة. والغربة بشكل عام حل. عندما نذكر في التاريخ ونستحضر التاريخ نجد أنه أكبر الهجرة المعروفة اللي هي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. نجد هجرة الصحابة من مكة إلى الحبشة. بالتالي الهجرة في التاريخ الإسلامي وفي التاريخ الحديث هي تعتبر حل، وحل جميل جدا، وعفوا حل جذري لكثير من المشاكل. أيضا التغرب في طلب العلم كما ذكرت يا عبد الرحمن. التغرب في طلب العلم، يعني البخاري يقولون جاب البلدان الإسلامية في 20 سنة حتى يجمع لنا حديث صحيح، كتاب صحيح البخاري الذي يعتبر أصح كتاب بعد القرآن والسنة. هذا كله سببه الغربة، ولو أنه ما تغرب لما كتب هذا الكتاب التاريخي العظيم. نعم، التاريخ يذكر لنا صور وأمثلة وأشخاص كثر سافروا من أجل طلب العلم وتغربوا عن ديارهم، وهذا يعني جعل منهم قدوات. صحيح. يعني تجد هذا تغرب لطلب علم الحديث مثلا وأصبح
ما شاء الله تبارك الرحمن يعني مدهر فيه، وهذا تغرب لطلب علمي مثلا التفسير او علم او العلوم الطبيعيه او العلوم الدنيويه. كل من تغرب واصبح يعني كيف اقول لك قدوة في مجاله، اصبح الناس كلهم يعتقدونه يعني ما شاء الله مبحر ومتحدث بطلاقة في مثل هذه الامور. فلذلك التغرب خلاصة لطلب العلم دائما ما يجعل الانسان متفتح بشكل اكبر في علمه، يعني ليس منحصرا على العلم اللي موجود عنده في المدينة أو في الدولة اللي هو عايش فيها. صحيح. بل تعلم العلم من شتى بقاع الأرض وتغرب لأجله فأصبح فيه نابغة. صحيح فعلا. وأيضا السفر بشكل خاص والغربة بشكل عام توسع مدارك الأشخاص، توسع مدارك المرء، توسع نعم. أفكاره. يعني تجده قد يكون منحصر على وجهة نظر معينة بحكم أنه يعيش في دائرة ضيقة. يعني أنا أعتقد أن البلد تعتبر من الدوائر الضيقة التي يمكن أن يحصل الإنسان فيها أفكاره. نعم. مجرد أن يسافر ويطلع على وجهات نظر أخرى تتسع مداركه. الدين ليس حصرا على دولة ما ولا على مذهب ما ولا على دائرة ما. الدين منحصر على جميع العالم وسائر، وممكن أن يطبق في جميع أنحاء العالم. فبالتالي الغربة تحديدا والسفر تحديدا أيضا من الأشياء التي توسع مدارك الإنسان. دعنا يا عبد الرحمن نذكر أحد أهم أسباب أو عفوا أحد أهم مزايا الغربة والسفر، ألا وهي تهذيب النفس وعدم انشغالها بتوافه. نجد الإنسان عندما يتغرب عكس أنت، خلينا نذكر الشخص الذي منعم في بلدته ومنعم، تجده شخصية مخالف تماما عن شخصية الشخص الذي يسافر ويكدح ويتعب، فبالتالي فيها تهذيب عظيم للنفس. نعم لا شك عبد الرحمن. غير تهذيب النفس ممكن نقول انها يعني تحصرك في الشيء اللي انت طلعت عشانه. يعني مثلا قد يسافر الانسان بدون غربه، يسافر للسياحه او كذا، يصير غير محصور، يذهب للسياحه يتفرج على المكان الفلاني ويتمشى مع الشخص الفلاني ويسهر ويلعب ويلهو وما الى ذلك. لكن اذا انت طلعت اصلا من المدينه اللي انت فيها متغربا، يقول 3 يعز الصبر عند حلولها ويذهل عنها عقل كل لبيب، خروج اضطرار من بلاد تحبها وفرقة خلان وفقد حبيبي. فلما تخرج خروج اضطرار، هذه من الأشياء اللي أنت ما تقدر تصبر عليها، يعز الصبر عند حلولها. فأنت الآن خرجت بتركز على شيء واحد، ما راح تخرج عشان تلهو وتلعب، أو ما راح يلهيك اللهو واللعب ومجالسة الأصحاب وما إلى ذلك، لأنك أصلا أنت خارج بمرارة، خارج ويعز الصبر عند خروجك. فلما تصل وتعتقد انك خلاص بدأت في الطريق اللي انت فيه، ما راح يلهيك باذن الله ولا يشغلك اي شيء. دعنا نذكر سلبية من السلبيات من سلبيات الغربة، وهي التشتت. لما يكون الانسان مغترب ولا هو عارف ايش سبب اغترابه، هو فقط يريد الخروج من الدولة او المدينة اللي هو فيها. ما رأيك في هذا عبد الرحمن؟ والله يا عبد الرحمن هذه من الامور اللي قد لا يعمل بها الكثير، لأنها غير منطقية أبدا. كيف ممكن شخص أن يسافر لغرض أنه يريد أن يخرج؟ بعض الناس يعني يعتقد أنه هذا مجرد هروب بسبب المشاكل التي تواجهه في منطقة ما، يعتقد أن السفر والغربة هو حل، وهو في الحقيقة ليس حل. لماذا؟ لأنه لو حدد ما سافر إليه، ولو زي ما تقول راح لوجهة ما، بعض الناس تجده يسافر يقول خلاص ان شاء الله تتيسر. نعم تتيسر. وهذا امر هو لا شك انها بتتيسر من الله سبحانه وتعالى، لكن طريقته بالضبط. في قصه الهجره، هجره الصحابه الى الحبشه، النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ارسل الصحابه الى الحبشه؟ لماذا يرسلهم الى الحبشه تحديدا دون بقيه البلدان؟ لانه قال فيها ملك لا يظلم عنده احد. النبي صلى الله عليه وسلم خطط ووضع هذه الفكرة في باله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كباقي البشر، ولكن هذا يعني نستطيع أن نلتهم من هذه القصة أنه لا تذهب، لا تروح. عند العرب يقولون لا تروح على عماها، لا تروح مغمض عينيك، لازم تروح أنت محدد هدفك. صح. فهذا أيضا من الأمور التي تسبب إشكاليات في موضوع الغربة. خلينا عبد الرحمن نتحدث عن حياة الغريب في مكان لا ينتمي إليه. ما هي الأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها؟ ما هي الأمور التي هي من حقوقه؟ ما هي الأمور التي هي ليست من حقوقه؟ طبعا لازم يكون تفرقة بين الشخص الذي ولد في مكانه وهذا موطنه الأساسي، وبين الشخص المغترب. يقال في المثل يا غريب
كن أديب. ما هي الأخلاقيات برأيك يا عبد الرحمن التي يجب أن يتحلى بها الغريب؟ بداية هو يجب أن يعني هي ليست مسألة غربة أو ما غربة، يجب أن يكون الإنسان المسلم أصلا مؤسس بأخلاقيات ومنظومة أخلاقية ناتجة عن الدين اللي هو ينتمي إليه. صحيح. يعني المسلم لازم يكون يمثل إسلامه، لازم يكون يمثل شخصيته اللي هي أصلا صحيح. عائدة على الإسلام. فإذا كان كذلك ما فرقت معه مغترب ولا جالس في مدينته أو ما إلى ذلك. لكن إذا اغترب وواجه صعوبات، واجه مثلا أشياء ما كان اعتاد عليها، واجه أشياء غريبة، واجه قوانين مختلفة غير اللي كان عايش فيها، يجب عليه أن يتماشى معها، ما يكسر أي قانون، ما يدخل في تحديات، ما يدخل في صراعات ما في دولة أنت لا تعرف فيها أحد أو غير مدرك لقوانينها بشكل كامل. خليك يعني فيها مهذب، تماشى مع قوانينها حتى وإن كانت تخالف مبادئك أو تخالف أخلاقياتك، حاول أنك تتماشى معها، لأن الصدام معها قد يسبب لك مشكلة أكبر قانونيا، قد تخرج، قد يعني يصير لك ما يصير. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في فترة دعوته في مكة كان يدعو الصحابة أو كان يدعو المشركين إلى الكفار والأصنام موجودة على الكعبة. هذا يدل على أنه لا تعتقد يا عزيزي المغترب أنك سوف تغير دولة كاملة من أجل فكرة في بالك. اذهب إلى هذه الدولة وحاول قدر المستطاع أن تتمسك بمبادئك واحترم مبادئ من ذهبت إليهم، لأنه هذا الشيء سوف يعود عليك بالضرر لوحدك. أنت لن تتضرر هذه المنظومة الكبيرة، سوف تتضرر أنت لوحدك. يكفينا عبد الرحمن هذا الحديث عن الغربة، وهو أيضا موضوع لو تكلمنا فيه حلقات وحلقات لن ينتهي لأنه شيق وماتع. مستمعينا الكرام، دعونا ننتقل إلى الفقرة القادمة وحول العالم. مشاهدينا الكرام، حياكم الله وبياكم من جديد. دولتنا لهذا اليوم هي دولة عربية تقع في الجنوب الغربي من قارة آسيا، وتحديدا في أقصى الشرق من شبه الجزيرة العربية. إذن تحدها من الغرب المملكة العربية السعودية، ومن الشمال الغربي دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الجنوب الغربي الجمهورية اليمنية. أما من الشمال الشرقي عبد الرحمن فتطل على سواحل بحر عمان، ومن الجنوب الشرقي تطل على بحر العرب. هذا الأمر أتاح لها الانفصال عن العالم الخارجي وفتح قنوات التواصل السياسي والاقتصادي وأيضا الثقافي. وهي تعد ثالث أكبر دولة في شبه الجزيرة العربية، تبلغ مساحتها حوالي 30 ألف كيلومتر مربع، ومع كثافة سكانية تصل إلى 2 مليون نسمة تقريبا. أعتقد أصبحت واضحة بعد ما حددنا جميع الجهات الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية. دولتنا لهذا اليوم هي دولة سلطنة عمان. للتصحيح عفوا، تبلغ مساحتها حوالي 309 ألف كيلومتر مربع و500. نعم. كما ذكرنا يا عبد الرحمن أن هذه الدولة هي سلطنة عمان الحبيبة، وقد أطلقت عليها عدة مسميات عبر العصور التاريخية، من أبرزها يا عبد الرحمن اسم مجان، وهو لفظ سومري أطلق عليها نسبة لصناعة السفن وصهر النحاس الذي كانت تشتهر به. موزون من الأسماء التي أطلقت عليها وسميت كذلك نسبة إلى وجود كثير من الموارد المائية في فترات تاريخية سابقة، وهو مشتق من كلمة مزن، والمزن يعني الماء الغزير المتدفق. وأيضا سميت عمان بهذا الاسم نسبة إلى هجرة القبائل العربية من مكان يطلق عليه عمان في اليمن، فبالتالي المنطقة التي انطلق منها هؤلاء المهاجرين وذهبوا إليها سميت باسمهم وسميت عمان. ويذكر كذلك أنها سميت عمان نسبة إلى عمان ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. وقيل أنها أيضا سميت بهذا الاسم نسبة إلى عمان بن سبأ ابن يغثان ابن إبراهيم. فيوجد في التاريخ عدة أسباب والروايات فيها كثيرة حول اسم عمان. أيضا دخلت إلى أفريقيا، والتي في وقت من الأوقات كانت عاصمة للسلطنة، والتي أتحدث الآن والتي اتحدت الآن في دولة تنزانيا. طيب، دخلت إلى أفريقيا عن طريق تنزانيا وزنجبار، والتي في وقت من الأوقات كانت عاصمة أيضا للسلطنة. عندنا اللغة السواحلية يا عبد الرحمن في منطقة عمان، هي الدولة المتدارج عليها،
وللأسف لكثرة الهجرات التنزانية لهذه المنطقة وهجرات دول شرق أفريقيا إلى هذه السلطنة، تم اعتماد هذه اللغة وصارت متداولة في هذه المنطقة، وهي دولة عربية بالمناسبة، ولكن بسبب الهجرة إليها أصبح هناك تغيير في الدول المتداولة هناك. جميل. نظام الحكم فيها المتخذ هو السلطاني الوراثي، وتتخذ من مسقط عمان، تتخذ من مسقط عاصمة لها. بالحديث عن اللغات، ما هي اللغة المعتمدة في سلطنة عمان؟ هي اللغة العربية بلا شك. نعم. ولكن يوجد انتشار كبير للغة الإنجليزية نظرا كما ذكرنا للهجرات والثقافات الكثيرة. يوجد انتشار واسع للثقافة الإنجليزية واللغة الإنجليزية مع وجود اللغة العربية كاللغة الرئيسية واللغة الأم. وأيضا هناك انتشار واسع للديانة على صعيد الديانات، للديانة الإسلامية في سلطنة عمان، مع التعايش بسلام مع الأديان الأخرى والطوائف والمذاهب المختلفة في دولة عمان. تتعامل السلطة العمانية بالريال، الريال العماني كعملة رسمية لها، ويزيد. وبالحديث عن الوقت، يزيد فارق الوقت عن توقيت غرينتش ب4 ساعات إضافية، فهي متأخرة 4 ساعات عن توقيت غرينتش المعتمد. نعم. وتعتبر السلطنة من أكثر البلدان العربية تنوعا من الناحية الجغرافية. تمتاز بوجود طبيعة خلابة جغرافية مختلفة التضاريس من جميع محافظاتها، وتتنوع أيضا بين الشواطئ الرملية والجروف الصخرية، وأيضا عندنا السهول والهضاب الخصبة التي تحدها سلاسل جبالية ممتدة على طول الوديان والعيون المائية، إضافة إلى الواحات والصحاري الكبيرة التي تتوسط خارطة السلطنة وتغطي معظم مساحاتها. وأيضا كذلك هنالك السهول الخضراء كما ذكرت عبد الرحمن موسمية التي تغطي محافظة ظفار جنوب البلاد في موسم الخريف. هذا التنوع الجغرافي عبد الرحمن يساهم في تباين ملامح البيئة العمانية من بعيد، وأيضا صخورها وخصائصها الجغرافية. يوجد تباين كبير بين خصائص الطبقة القشرية الأرضية في السلطنة عمان، وأيضا بالتالي هذا الشيء يؤثر أيضا على مناخها، فبالتالي أيضا مناخها هو متغير داخل هذه البلاد. على الصعيد الاقتصادي يعتمد اقتصاد السلطنة على كثير من الأمور، منها النفط والتجارة والزراعة والثروة السمكية والسياحية. وكما أن الاقتصاد ثابت ومستقر، هناك أيضا ثبات سياسي واستقرار سياسي مما يتيح لجميع المستثمرين وبالمناسبة كما ذكرنا اليوم في عنوان المغتربين، يوجد كثير من المغتربين في دولة عمان كونها دولة مستقرة وكونها دولة تشجع على الاستثمار وتشجع على العمل، فبالتالي تعتبر من الأمور، تعتبر من الدول المقصود إليها وليست مشهورة، ولكن المقصود إليها كهجرة واستثمارا وأيضا سياحة. في 11 من يناير في عام 2020 تولى السلطان هيثم بن طارق الحكم خلفا للراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، في انتقال سلس للحكم بدون أي حروب أو مشاكل أو انتخابات وما إلى ذلك، وسط موضع تقدير وإعجاب من العالم بأسره. كوني عبد الرحمن دولة عمان دولة عربية، فلا ننسى، وهذا الأمر دارج بين العرب، أن أهم صفة يتميز بها العرب عن غيرهم هي الكرم والضيافة. نعم. وسلطنة عمان بما تؤكد هذه الصفة، فبالتالي تجد أن أهل عمان بشوشين دائما، يرحبون بالضيف أينما حل أينما كان المكان الذي أتى منه، فبالتالي لا فرق، يتمسكون بعاداتهم، يتمسكون بتقاليدهم، هذه الأمور ثابتة عندهم، لا تتزعزع أبدا. وأيضا يعني مشهورون باتباع التقاليد والأصول، فبالتالي هم يقدرون خصوصياتهم، يقدرون جميل. ومن تراثهم والأشياء اللي متمسكين بها إلى الآن ارتداء النساء للعباءات الطويلة، وذلك جاء للتأكد من كونها مغطاة من رأسها إلى قدمها، حيث أنهم يقدرون ويحافظون على مثل هذه الأمور. وأيضا عندهم النساء يلبسون غطاء ما يسمى باللحاف يستخدمونه لتغطية رؤوسهم. أما بالنسبة للرجال فهم يرتدون ثوبا طويلا يغطي الجسم كامل ويسمونه الدشداشة. نعم. وعلى رأسهم يضعون قبعة يسمونها الكمة، ويرتدون أيضا أغطية رأس مصنوعة من الصوف تسمى بالمصر، هذه طبعا تستخدم في المناسبات الرسمية فقط. وتعتبر سلطنة عمان من أغلى بلاد العالم
من ناحية الآثار، حيث تمتلك آثار كثيرة، وربما يعود ذلك لكونها من المناطق التي عرفها الإنسان منذ فجر الحضارة، فأقام بها حضاراته العظيمة وممالكه، ومرت عليها الدول كثيرة. وتزخر يا عبد الرحمن بالعديد من المعالم الأثرية التي تروي قصة حضارات ضربت بجذورها عبر عمق النشأة الأولى للإنسان. فبالتالي سلطنة عمان من المناطق الأثرية والتاريخية المعروفة، وتعتبر من أكبر الدول في هذا المجال. وتشير المكتشفات الأثرية في هذا التي تعود إلى الألفية الخامسة قبل الميلاد، والمتواجدة في مناطق متعددة في السلطنة وغيرها من المواقع التي تم التنقيب عنها على فترات مختلفة، تشير كلها إلى العصور والحقب الزمنية المختلفة التي مرت بها هذه السلطنة على مدى التاريخ، وإبداع الإنسان العماني وإسهاماته وتواصله مع الحضارات الإنسانية آنذاك. بالحديث عن الحضارات والآثار نذكر أمثلة. المثال الأكبر والأشهر هو موقع رأس الحمراء. أيضا لدينا وادي دوكا ووادي شاب، هذه مناطق الأثرية التي يقصدها السياح وأيضا السكان في سلطنة عمان. لا ننسى يا أبو تركي موقع وبارة التراثي، اللي بالمناسبة من المواقع التي تم إدراجها في قائمة التراث العالمي في عام 2000. أما عبد الرحمن في مجال الفن والعمارة فيكفينا ذكر جامع السلطان قابوس، هذا الجامع الكبير العظيم الذي يعتبر مثال على حضارة وتطور النهضة العمرانية والنهضة المعمارية لسلطنة عمان. بالفعل يا أبو تركي، فيه ثاني أكبر سجادة على مستوى العالم، ويذكر أنها فيها 1,700,000,000,000 عقدة. عفوا هذا الرقم كبير جدا. رقم هو جدا. طيب هذا كان حديثنا عن سلطنة عمان يا عبد الرحمن. نعم. دعونا مشاهدينا الكرام نخرج وإياكم إلى فاصل قصير لنعود بكم إلى آخر فقراتنا في هذا البرنامج. انتظرونا ولا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير. وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائنا ضرا وخيرا إنا أنزلناه في ليلة القدر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لنسفعا بالناصية والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ألم نشرح لك صدرك، لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد، وفرعون ذي الأوتاد، وسيجنبها الأشقى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى. كل ذلك في برنامجكم سير وأعلام، وهو برنامج تفاعلي يحتوي على سير وأعلام ومناسبات وهدايات في جزء عامة المبارك، فانتظرونا في الأوقات التالية. نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله، وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، فهذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبناء من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان،
فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. الأسرة تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث الهوية الإسلامية والوطنية بالتحديد أيضا لأبنائها. الهوية الإسلامية موجودة، ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية أمست. إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج، أصبح هناك طلاق داخل بيت الزوجية. الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشارا في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. إنه المتطوع نفسه ما يكون فاهم رسالة الجمعية أو العمل التطوعي اللي هو بيشتغل فيه. الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا؟ أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. عدنا لكم متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان. دعونا وإياكم ننتقل إلى آخر فقرات هذا البرنامج وسبورتس. البطولة الأشهر والتي سلبت لب الجميع الفترة هذه ومن أكثر البطولات الممتعة في أفريقيا هي بطولة أفريقيا. مباريات كثيرة عبد الرحمن، وصلنا إلى نصف النهائي اليوم، الكاميرون بيلعبون مع مصر. ما رأيك في البطولة؟ ما تعليقك عليها؟ والله يا عبد الرحمن، بطولة أفريقيا لولا أنها يعني تنظم من قبل الاتحاد الأفريقي إلا أنها بطولة شيقة وبطولة تحمل الكثير من النجوم، أنه هذه سلبية بالنسبة لهم، أنه التنظيم غالبا يكون في هذه القارة تنظيم للأسف دون المستوى مقارنة بتنظيم بطولة آسيا، بطولة أوروبا. نعم. بطولة أفريقيا، بطولة أمريكا، لاتين أمريكا الجنوبية غالبا يكون تحت المستوى، إلا أنها بطولة وفت بوعودها، وفت بالكثير. الآن نحن عرفنا الطرف الأول في النهائي منتخب السنغال، ومنتخب السنغال منتخب يحمل الكثير من النجوم، يعني تقريبا أكثر من 50% من التشكيلة كلهم لعيبة أساسيين في أفريقيا عريقة وكبيرة. نعم. أبرز اللاعبين ساديو ماني يعتبر من أبرز اللاعبين في السنغال. بشكل عام بطولة كبيرة جدا، ودائما ما مثل هذه البطولات تفي بوعودها كونها يعني تضم كثير من النجوم حول العالم. كانت في مباريات حاسمة. المغرب كانت مشاركة بقوة لولا أنها خرجت من مصر في المباراة 2-1 في الثمن النهائي. ما رأيك في أداء المغرب في البطولة عبد الرحمن؟ والله يا عبد الرحمن، لو جيت لشخص قلت له مباراة بين المغرب ومصر عطفا على النتائج وعطفا على الأداء، سوف تجد أنه منتخب المغرب كانت لديه الفرصة الأكبر في هذه المباراة. كل الناس كانوا متوقعين، أو دعنا نقول أغلب الناس كانوا متوقعين فوز المغرب، إلا أن منتخب مصر فاجأ الجميع بعودة. يعني لو تلاحظ أنه حتى هدف المغرب كان ركلة جزاء، ولكن عاد منتخب مصر. وهنا تتضح قيمة اللاعب محمد صلاح، أنه كان هو السبب الأول في عودة منتخب مصر، حيث أنه سجل هدف وصنع الهدف الثاني. بالتالي خبرة محمد صلاح واحتكاكه باللاعبين الكبار في أوروبا ساعدت كثير منتخب مصر، وإلا كمستوى فني وأداء على أرض الملعب دعنا يعني خلينا نقول أن هذه المباراة ما نظرنا إليها عطفا على النتائج الماضية. أنا أعتقد أن منتخب المغرب كان يستحق التأهل، إلا أنه في هذه المباراة تحديدا مصر أدت أداء رجولي وبطولي جدا. جميل. إذا نحن على مشارف نصف النهائي بين مصر والسنغال، وننتظر ان شاء الله بين مصر والكاميرون قصدك يعني. بين مصر والكاميرون عفوا. ننتظر ان شاء الله في الحلقات القادمه نتائج البطوله ومن سيحوز عليها. دعنا ننتقل معك، او تفضل اذا عندك. نعم، قبل خلينا نقول دائما اليوم مباراه مصر والكاميرون، توقعاتك عبد الرحمن؟ طبعا الكاميرون هي البلد المستضيف
نعم. ولديها اسماء كبار مثل مهاجمهم ابو بكر لاعب النصر. الكاميرون يقدم اداء بطولي جدا وهو مرشح ايضا في البطوله. عندنا ايضا منتخب مصر، منتخب يلعب بالروح، دعنا نقول انه يعني يمتلك مدرب دون المستوى، يمتلك اداء دون المستوى، لكن الروح هي التي اوصلت مصر لهذا المكان. فبالتالي المباراه بين منتخب يحمل الروح ومباراه بين المستضيف. توقعاتك؟ وان كانت الروح اتت بنتائج سلبيه مثل اصابه اللاعب احمد حجازي في المباراه الاخيره، لكن لا زالت المباريات جميله والاسماء كبيره. محمد صلاح، النني، وكثير من الاسماء. اظن في اصابتين لحارسين كما يظهر لي. صحيح، هذه من الامور الاستثنائيه الغريبه انه نعم. كيف الحارس الاول الشناوي، الحارس الثاني محمد ابو جبل، الى وصلوا للحارس الثالث اللي ولا عمره لعب مباراه اساسيه حتى في مباراه الا مباراه وديه وقليله جدا، فيحضر في مباراه كبيره مثل هذه نصف نهائي في بطوله كبيره. هذا الشيء يعتبر اختبار صعب جدا لمنتخب مصر ككل. إذا كل التوفيق والمتعة تنتظركم وتنتظرنا مشاهدين الأفاضل في كل مكان. دعني أنتقل وإياك إلى سوق الانتقالات عبد الرحمن، وعلى رأسها أو الأبرز دعنا نقول انتقال أوباميانغ من أرسنال إلى برشلونة. أوباميانغ حديث وصحف كثيرة أخبرت أنه في آخر مواسمه وأنه قبيل الاعتزال بحكم المرض عافانا الله وإياكم اللي أصيب به. كيف ينتقل وهو في مرض؟ كيف برشلونة يقبل بهذا؟ ما هي الأسباب؟ والله عبد الرحمن نقدر نقول أنه الظروف خدمت الاثنين، ظروف برشلونة وظروف أوباميانغ خدمت الاثنين، في حيث أنهم اجتمعوا وقرروا أنه أوباميانغ يكون خيار مناسب لبرشلونة مجانا. قيمة انتقال صفقة أوباميانغ من أرسنال إلى برشلونة الذي يعاني ماديا وجد أنها فرصة كافية. أيضا نجد أنه راتب أوباميانغ مقارنة بأرسنال راتب ضئيل جدا، وتنازل كثير أوباميانغ من راتبهم. طبعا الصفقة واضحة من أوباميانغ ومن برشلونة. أوباميانغ يقول أنا أذهب إلى فريق يحتاج إلى شخص يعيده إلى منصات التتويج، وأنا لو كنت سبب في إيصال هذا الفريق إلى المنصات والبطولات فبالتالي راح يكون تأثير كبير مقارنة بتأثير لاعبين أساطير سابقا. نجد أن رونالدينهو كان من الصفقات المؤثرة جدا، نجد أن بيب جوارديولا كان من الصفقات المؤثرة جدا. انتقال الآن برشلونة واصل مرحلة سيئة جدا ومزدنة جدا، فبالتالي محتاج شخص يأخذ الفريق من هنا إلى هنا. نعم. هذا الشخص هو يتم ذكره تاريخيا ولن يتم نسيانه أبدا. وما أتمنى أن يكون هذا اللاعب. يمتاز بالسرعة بالخفة من المهاجمين القناصين أمام المرمى. لكن هل تعتقد أن برشلونة بحاجة إلى لاعب مثل أوباميانغ في هذه الحالة؟ أعتقد يعني على الصعيد الشخصي أعتقد أن برشلونة ينقص الكثير في الدفاع، ينقص الكثير في الوسط. حارس المرمى أيضا تير شتيجن بعد أداء تاريخي وبطولي لسنوات عديدة بدأ يضعف مستواه. برشلونة يحتاج إلى أن يدعمه بحارس آخر. التركيز على وجود مهاجم لوك ديونغ، ديباي، ديمبلي أو الآن أخيرا أوباميانغ، ما سببه عبد الرحمن؟ والله يا عبد الرحمن برشلونة مضطر، يقولون يعني المضطر يركب الصعب يعني. نعم. برشلونة انحد على هذه الأسماء، ولا بالأكيد أن هذه ليس طموح برشلونة. نجد أنه في الطرف الآخر ريال مدريد يفاوض أحد أو نقدر نقول أنها أفضل موهبة حاليا، ولم يصبح موهبة بعد، هو أصبح لاعب سوبر، هو اللاعب مبابي. شوف فرق الطموح، شوف فرق الإمكانيات، مع أنه برشلونة ومدريد هم قطبان لإسبانيا وأكبر فريقين مو في إسبانيا فقط، أنه للعالم. أيضا في سوق الانتقالات الشتوية غالبا ما يتميز سوق الانتقالات الشتوية بأنه تكثر فيه الإعارة 6 شهور. نعم. ما يكون في انتقال رسمي، عشان كذا ما شفنا صفقات كبيرة مثل مبابي مثل هالاند مثل هذه الأمور، أنه غالبا تكون صفقة اضطرار. نعم. في الدور الأول في إصابة، في الدور الأول في تعثر في مكان. صفقة تسوية غالبا تكون لإنقاذ موسم، لإنقاذ فترة معينة. عشان كذا نجد أنه عقد أوباميانغ عبارة عن 6 شهور فقط، يعني 6 شهور يعني ممكن تقضيها وأنت في يعني جالس على دكة الاحتياط. نجد أيضا من الصفقات الكبيرة التي أبرمها برشلونة صفقة أدامة تراوري. نجد ليفربول استقطب دياز من بورتو. نجد اليوفي الذي استقطب لاعبا كبيرا من فريق نابولي، والله لا يحضرني اسمه، ولكن تعتبر أكبر صفقة في الانتقالات الشتوية حاليا، بصفقة كلفت 80 مليون لخزينة نادي اليوفي. أيضا من الانتقالات من أتى من البرتغال إلى
جدة حيث الاتحاد بعد إصابة اللاعب كريم الأحمدي إصابة جعلته يعتزل تقريبا ملاعب، أو أنه على الأقل يوقف هذا الموسم بحجة الإصابة. الآن أصبح البديل لاعب برتغالي، لو تذكرني باسمه عبد الرحمن، على صعيد نادي الاتحاد. بديل مين قصدك؟ بديل كريم الأحمدي. بديل كريم الأحمدي اللاعب هو أندري نعم البرتغالي، كان يلعب في بورتو. نعم انتقل الآن إلى الاتحاد مع كبر سنه، لكن يعتقد ويقال أنه سيأتي إن شاء الله بمجهود طيب. ما رأيك في هذه الصفقة؟ والله يا عبد الرحمن هي صفقة أيضا زي ما قلت اضطرار. نعم. انتقالات شتوية تتميز كلها بأنها كل الأندية اضطرت إلى هؤلاء اللاعبين. الاتحاد كان يأمل بلاعبين كبار مثل لاعب محور فريق نيوكاسل شيخ كويتي، عندنا لاعب نني، هذه أسماء كبار هي التي كانت الاتحاد يفاوض معها، ما تيسر الأمر، اضطروا إلى الخطة رقم 2 ألا وهي الدفع بأي لاعب. إذن كل التوفيق وتمنياتنا بالفوز لجميع الأفرقة، وكرة قدم ممتعة وجميلة لكم أنتم أيها المشاهدين الأعزاء في كل مكان. ختاما وبعد هذه الحلقة الممتعة أشكر باسمكم صديقي عبد الرحمن، شاكر لك هذا الحضور. شاكر لك أخوي عبد الرحمن، وشاكر للمشاهدين الكرام والمستمعين الأفاضل على حضورهم واستماعهم. ترقبونا في حلقات قادمة في نفس الموعد من كل أسبوع، أنس وصحاب في ساعة شباب. طابت أوقاتكم. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا.